حقيقة استخراج تأشيرات الكويت للمصريين 2024 وما هي أنواعها؟ انتشرت الأقاويل والأخبار عن فتح باب التقديم على تأشيرات الكويت للمصريين، فإن السفر إلى الكويت من أحد المواضيع الهامة، حيث أن حلم العديد من الشباب الذين لديهم رغبة في العمل والاستقرار بأحد دول الخليج. ولذلك أوضحت وزارة الداخلية الكويتية التفاصيل الخاصة بحقيقة الحصول على تأشيرات السفر المصريين إلى دولة الكويت، بالإضافة إلى التعرف على أنواعها. وسيتم التعرف على كل هذه التفاصيل في الفقرات القادمة. لقد تم الإعلان عن تفاصيل تأشيرات السفر المصريين إلى الكويت من قبل وزارة الداخلية الكويتية، حيث أعلنت عن فتح باب طلب التأشيرات الخاصة بالسفر إلى دولة الكويت. كما كان قد صدر قرار رسمي من الوزارة في ديسمبر 2023 بوقف استخراج تأشيرات العمل للمصريين في الكويت. وتم الإعلان عن قيمة رسوم التأشيرة التي يتم إصدارها من قبل وزارة الداخلية، وتلك الرسوم تنطبق على كافة أنواع التأشيرات وتكون بمبلغ 30 دولار أمريكي، ويتم تطبيق هذا القرار بشكل إلزامي وفقا لقرار المعاملة. وبالنسبة لحقيقة فتح وزارة الداخلية الكويتية تأشيرات العمل بالكويت للمصريين، صرحت الحكومة الكويتية أنه تم بالفعل فتح التسجيل واستخراج التأشيرات لهذا العام 2024 للمصريين، وأنه مسموح بالتقديم على أحد التأشيرات خلال الربع الأول من العام 2024، وذلك ضمن القواعد المحددة. ولهذا فإن الحصول على تأشيرة الكويت للمصريين أمر حقيقي. أما بالنسبة لأنواع تأشيرات زيارة ودخول الكويت، تتوفر التأشيرات الخاصة بدخول دولة الكويت بأكثر من نوع، وتمثلت هذه التأشيرات في الآتي: تأشيرة زيارة عائلية لأحد أفراد أسرة المقيم، تأشيرة العمل ويتم إصدارها للأفراد والتجار، تأشيرة السياحة وهي تستخرج بهدف الزيارة السياحية والترفيه، تأشيرة الطلبة للتعليم وهي تأشيرة خاصة بالطلاب الراغبين في الدراسة أو الذين يدخلون الكويت بواسطة بعثة دراسية. أما بالنسبة للمزيد من التفاصيل، فقد أعلنت السفارة الكويتية عن فتح باب التوظيف لشغل عدد من الفرص الوظيفية، وتأتي هذه الخطوة عقب قرار سابق تقرر فيه منع استقبال طلبات تأشيرات العمل، وذلك من أجل استقطاب العديد من الكفاءات للعمل في الكويت تحت عدد من الشروط، وهو ما سيتم تناوله بالتوضيح. وللحصول على تأشيرة العمل الكويتية هناك عدد من الشروط التي يجب الالتزام بها، مثل لدى المقيم خبرة فيما لا يقل عن 3 سنوات في مجالات التخصص، يجب أن يتمتع المتقدم بمؤهل جامعي في نفس مجال الوظيفة، عليه أن يجيد اللغة العربية كتابة وشفويا أو شفهيا، يتراوح عمر المتقدمين ما بين 21 و45 عاما، يجب اجتياز كافة الفحوصات الطبية المطلوبة، يلزم حصول المتقدم على عقد عمل يكون موثق ومعتمد من وزارة العمل الكويتية،